بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شلونكم متابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا طبق جديد ووصفة جديدة اللي هي الكبسة. طبعا اللي ما جرب هاي الوصفة انصحه يجربها، يعني وصفة كثير طيبة. طبعا نعمل الكبسة بالدجاج. عندنا ناخذ بصلاية نقطعها ناعم ونقليها بالزيت، ونضيف معاها قطع من الفليفل الحادي الهالابينو أو أي فليفلة أنتوا تحبوها. نقليها ونضيف إليها البهارات اللي هي مكونة من ورق الغار وعود من الدارسين والكركم وسن ثوم وحبات من الهيل. نقلي هاي المكونات، نضيف إليها الدجاج اللي كان غسلناه ونقعناه بالخل لمدة ساعة، وغسلناه ونظفناه، نقليه لمدة ربع ساعة تقريبا مع هذه الوصفة. وهون ضفنا معلقة من المعجون، نقلينه المعجون حتى تطلع الوصفة طيبة. لازم المعجون ينقلي مع الدجاج. نقلينه أول وبعدين نضيف طماطتين كنا غسلناهم وثرمناهم ناعم، نضيفهم إلى المعجون ونقليهم معانا. مثل ما تلاحظون ضفنا هون الطماطة ونقليها مع المعجون. طبعا هون الدجاج راح يكتسب الطعم من هاي المكونات. يكون كان حضرنا كان غلينا مي حار ونضيفه إلى هاي المكونات. طبعا راح تبقى الدجاجة هون تقريبا ساعة. ضفنا المي الحار ونتركها على نار وسط مثل ما تلاحظون على التغلي. نضيف عليها معلقة من الملح، نضيف معلقة من الملح ونتركها تغلي تقريبا ساعة على نار وسط. هون عندنا صار الشكل المطلوب. ناخذ الدجاج، نرفع الدجاج ونرفع عود الدارسين، ورق الغار، الأشياء الخشنة، نرفعها من عن المرق اللي راح نطبق بينه الرز. طبعا يكون كنا غسلنا الرز وحضرناه. طبعا هون راح ندهن الدجاج، نخلينه بالفرن، ندهنه بقليل من الكاتشب وشوية زيت نضيف علينه بس على مود يكتسب شكل حلو ولمعة. طبعا هون تقريبا الدجاج مستوي بس على مود يتحمر الوجه، وخلينه بالفرن بس من فوق، يكون النار بس من فوق من الأعلى بس. هون الرز مثل ما تلاحظون هون مغسول. المي تقيسونه مي الرز اللي تطبقون بينه مثل ما تقيسون من التطبيقة العادية مال الرز. إذا المي أكثر شيلوا منه حتى لا يصير الرز معجن. هون نضيف نص معلقة من الملح إلى الرز ونظل نقلب إلى أن ينشف الرز. هون تقريبا الرز عندنا نشف. طبعا نهدي عليه النار، نخلينه على الهداية ونهدي عليه النار. نتركه تقريبا ربع ساعة حتى يستوي الرز. مثل ما تلاحظون هون الرز عندنا استوى. صبينا الرز بالطبق التقديم. وهوني عندنا الدجاجة أيضا استوت، طلعناها من الفرن واستوت. ونزين الطبق عندنا بحبات من الجوز والبقدونس. مثل ما تلاحظون هون الطبق عندنا كمل مال الكبسة، زيناها بحبات الجوز والبقدونس. هذا الشكل النهائي للطبق. راح نعمل معاكم وصفة اللي هي مقبلات، وصفة المقبلات.
مثل ما قلنا راح نعمل معاكم وصفة مقبلات النكل مع الكبسة، اللي هي 4 معالق من اللبن و3 معالق من الطحينية. إذا تحبون تضيفون أكثر، يعني اللي يحب اللبن طعمه أكثر ممكن يضيف 6 معالق من اللبن و3 معالق من الطحينية. نخلطهم ونمزجهم مع بعض. وعندنا عصرة ليمونة أو عصرة طرنج، أي شيء من الحمضيات اللي تحبوها. طبعا هوني سلقنا حمص، عندي حمص مسلوق نقعتونه من قبل بيوم وسلقتونه وحطيتونه مع هاي الخلطة. طبعا هاي خلطة اللبن مع الطحينية والحمض مع أي نوع من الدجاج ترهم. هوني زينتوها بالبابريكا. وإذا تحبون رشة خفيفة من الفلفل الأبيض، لا تكثرون من الفلفل الأبيض لأن طعمه كثير قوي، رشة بسيطة جدا. وإذا ما تحبونه لا تخلون منه، لا تضيفون. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب، وخلوا تعليقاتكم الحلوة، وألف صحة وعافية على قلبكم.